السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنزين مع بعض النهاردة الكيكة الإسفنجية اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وهحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين تزيين الكيكة عامل ازاي، وبتديكي نتيجة رائعة. وهنشوف شكل طبقات الكيك من جوه بعد ما قطعناها، شايفين عاملة ازاي وجميلة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. الكيك ممكن تسيبيه ساعتين وبعد ساعتين تبتدي تزينيه، او تسيبيه لتاني يوم، بس اهم حاجة انك انتي تكوني مغطياه علشان الكيك ما ينشفش منك. واول حاجة هبتدي احضر السيرب اللي هسقي بيه طبقات الكيك. هيكون معايا نص كوباية سكر ومعلقة كبيرة كاكاو خام ونص معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، وممكن انك انتي تستغني عن قهوة سريعة الذوبان، وفانيليا وتلات ارباع كوباية مية. السيرب بيخلي الكيكة طرية وبيخلي طعمها جميل. هبتدي انزل بالسكر، وبعد كده هبتدي انزل بالكاكاو الخام والقهوة سريعة الذوبان، وهضيف لهم المية واقلبهم، وهضيف لهم بعد كده الفانيليا وهولع عليه البوتاجاز. واول ما يبتدي يسخن المكونات كلها هتمتزج مع بعض، هطفي عليه البوتاجاز وهحطه في كوباية وهسيبه يبرد. بعد ما حضرنا السيرب هنبتدي نحضر الجناش، وهكون محضرة ربع كيلو شوكولاتة خام، وهتكون في درجة حرارة الغرفة علشان يبقى سهل عليا ان انا اقطعها بالسكينة. وهقطع كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما قطعت الشوكولاتة الخام هبتدي اعاير بالكوباية كوباية ونص من الشوكولاتة الخام، ومعايا نص كوباية لبن و3 معالق كبار من بودرة كريم شانتيه. هنزل بنص كوباية اللبن، وبعد كده هنزل ببودرة كريم شانتيه وابتدي اقلبهم. وبودرة الكريم شانتيه اللي انا استخدمتها دي بديل الكريمة اللباني، وبكده انا عملت الجناش بتكلفة اقل. وهبتدي احطه على البوتاجاز وهقلب فيه لغاية ما يبتدي يدخل على غليان. هبتدي اطفي النار وانزل عليه بالشوكولاتة الخام، وافضل اقلب الشوكولاتة الخام لغاية ما تدوب والخليط كله يمتزج مع بعض. وبكده يبقى الجناش جاهز معايا. وابتدي افضي الجناش في طبق وهسيبه يبرد. وبكده احنا حضرنا السيرب وحضرنا الجناش. يبقى كده فاضل اخر حاجة ان احنا نبتدي نحضر موس الشوكولاتة. هكون محضرة نص كيلو بودرة موس شوكولاتة وكوبايتين ونص لبن مثلج، والجناش اللي احنا عملناه عشان هنضيف منه جزء على الموس شوكولاتة لانه بيديله طعم جميل. نزلت ببودرة الموس شوكولاتة، وبعد كده هنزل بكوباية اللبن، وبالمضرب هبتدي اقلب فيه قبل ما اشغله. بعد كده هبتدي اضرب فيه وشوية وهنزود بقية اللبن، وهبتدي انزل بكوباية اللبن التانية واستمر في الضرب لغاية ما تختفي كوباية اللبن، وهنضيف بعد كده نص كوباية اللبن اللي فاضلة، وهنستمر في الضرب لغاية ما اللبن يختفي. وبكده انا حصلت على القوام اللي انا عايزاه. كده احنا مش محتاجين نضيف اي لبن تاني. وهضيف لموس الشوكولاتة 3 معالق كبار من الجناش اللي احنا عملناه، بيديله طعم جميل جدا. وهضرب بالمضرب لغاية ما الجناش يختفي مع موس الشوكولاتة. وكده خلاص موس الشوكولاتة بقى جاهز معانا. هنبتدي ندخل بقى نشتغل في تزيين الكيك. هبتدي احط جزء من الكريمة علشان اثبت عليها التورتاية. بعد كده هبتدي احط الطبقة الاولانية من الكيك الاسفنجي، وابتدي اسقيها بالسيرب اللي احنا عملناه. السيرب بيخليها طرية وبتبقى طعمها جميل جدا. وهبتدي اسقيها من الاحراف الاول، وبعد كده هبتدي اسقيها من النص، بحيث ان انا اغطي كل الطبقة الاسفنجية بالسيرب اللي احنا عاملينه. وكل طبقة من طبقات الكيكة الاسفنجية هتاخد منك ربع كوباية سيرب. وهبتدي احط كريمة الموس فوق من طبقة الكيكة الاسفنجية، وابتدي اوزعها كويس. وبعد ما اوزعها كويس هبتدي احط طبقة الكيكة التانية فوق منها واضغط عليها ضغطة خفيفة، وابتدي اوزع عليها السيرب. وبعد ما اوزعه هبتدي احط طبقة من الكريمة واوزع الكريمة فوق من طبقة الكيك. وبعد ما اوزع الكريمة كويس هبتدي اضيف الطبقة الثالثة من الكيكة الاسفنجية،
وهعمل نفس الخطوات، اسقيها بالسيرب ونحط طبقة من الكريمة ونضيف الطبقة الرابعة. وهبتدي اضيف اخر طبقة كيك وهسقيها باخر ربع كوباية السيرب اللي موجودة. هجيب كيس من اكياس التلاجة وهبتدي احطه في العلبة علشان يسهل عليا ان انا انزل بالكريمة فيه. هبتدي احط كريمة الموز جواه وبعد كده هقفل الكيس وبالمقص هقطع جزء صغير من تحت علشان هيسهل عليا توزيع الكريمة فوق من الكيكة. بعد ما وزعت الكريمة من فوق هبتدي اوزعها على الجناب. بعد ما خلصت كل توزيع الكريمة هبتدي اساوي الجناب علشان تديكي شكل متناسق وجميل. بعد كده هساوي الكريمة من فوق. هتبتدي بقى تظبطي الشكل من الجنب بحيث انك انتي تخلي الشكل كله يبقى متناسق مع بعضه. بعد ما سويت الكريمة حطيت الجناش في كيس من اكياس التلاجة وهبتدي بالمقص اقص حتة صغيرة جدا وابتدي ازين التورتة بيه. هاجي من على الاحراف وابتدي انزل اوزع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بيديكي شكل جميل. بعد ما زينت الجنب هبتدي اعمل من فوق شريط عريض بالجناش زي ما انتوا شايفين كده، وبكريمة الموس هبتدي اعمل وردات وهخليهم جنب بعض. وكل واحدة هحط فيها كريزة. وهكون محضرة شوكولاتة خام وهبشرها بالمبشرة بالعين الواسعة وهبتدي أزين التورتة من الجنب. آخر حاجة في تزيين التورتة هبتدي أجيب الجناش وابتدي أوزعه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وبكده احنا خلصنا التورتاية، ويا رب تكون التورتة عجبتكم. ياريت تجربوها وتعملوها لأنها فعلا هتديكي نتيجة جميلة جدا وإن شاء الله هتشرفك في أي مناسبة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك.